لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. أخيرا وبعد طول انتظار، والد المؤثرة الجزائرية دنيا سطيفية خرج عن صمته ويتكلم عن الفيديو المتفبرك لبنته. مش هتصدقوا ايه اللي قاله، تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل الحكاية. بس قبل ما نبدأ، اضغط اللايك اللعين والاشتراك المتين وفعل الجرس بكل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة عمل حالة كبيرة من الجدل بين متابعي اليوتيوبر الجزائرية دنيا سطيفية، وخلاهم كلهم بقوا بيبحثوا عن حقيقة الفيديو ده. لكن في فيديو النهاردة هنوضح لكم كل حاجة بالدليل، وهنثبت لكم ان اليوتيوبر الجزائرية دنيا سطيفية ما عملتش اي حاجة غلط، وان كل الكلام اللي بيتقال مش صحيح خالص. والد اليوتيوبر الجزائرية دنيا سطيفية قال: يا جماعة، أنا بنتي ما عملتش أي حاجة غلط، لأن عرفت أربيها كويس، وكل الكلام اللي بيتقال عليها ده ناس حقدة وغيرانين منها، لأنها قدرت تعمل شعبية كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال والد دنيا السطيفية إن بنته من يوم ما خرجت مفيش واحد يقدر يجيب عليها غلطة، وإن الفيديو اللي انتشر ليها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مش حقيقي خالص. وأكبر دليل على كده إن هو غير موجود في الوقت الحالي، لأنه اتحذف والفيديو لا أساس له من الصحة. وقال والد دنيا إن الفيديو عبارة عن مجموعة صور مفبركة نشرها أشخاص مجهولي الهوية علشان يشوهوا سمعة بنته ويحطموا شهرتها الكبيرة اللي عملتها بعد ألم وصراع كبير جدا ومعاناة، لأنها ما اتشهرتش في يوم وليلة. وقال إن بنته مشهورة ومعروفة بين الناس بالتزامها وحبها الكبير للشعب الجزائري، وإنها لا يمكن تعمل أي حاجة تقلل من احترامها ومن نظرة الناس ليها. وقال والد دنيا إن الفيديو اللي انتشر في الفترة الأخيرة ما هو إلا محض كذب ومجرد شائعات هدفها الأذى وتشويه سمعة بنته. وفعلا يا جماعة تبين لنا بعد البحث والتمحيص في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إن لا يوجد أي فيديو لدنيا تعرض فيه محتوى فاضح أو مخل بالأخلاق والأداب، وإن كل الكلام اللي اتقال عنها كلام غير صحيح وما هدفه إلا التشويه بدون أي وجه حق. وبكده يا جماعة نكون عرضنا لكم تصريح والد دنيا وأول تعليق ليه بعد انتشار الكلام عن بنته دنيا سطيفية في مواقع التواصل الاجتماعي. عمر صانعة المحتوى الجزائرية دنيا سطيفية غير محدد بدقة، لكن من المرجح إنها في الثلاثينيات من العمر. اللهم من شوه سمعتي أو ظلمني أو تكلم بسوء وقال فيني ما ليس فيني تولى أمره يا الله يا جبار يا منتقم. اللهم وكلت أمري فيهم. اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام وارزقني قوة الصبر واشرح صدري وانزع منه ما استثقلته نفسي ورح قلبي وارزقني فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي. صباح الفل. يوم كان لا نشاط لا حيوية لا تفاؤل. بعد ما درت كام هرسة مكاينش لي كامل وكيحمس عليا القبايل وانا من خارجة لازمني نخرج شحال حوايج واحد نبعثهم. تصبح عليكم ونطل عليكم يا ولاد صدوني. خذك من المشاكل. ناقص ميرسي. شوف ما تهبلنيش سبانكو، ما تدوخنيش. دنيا حبي عندي جديد دوك نرسل لك كل شيء في الواتساب. دنيا نزلي صبري يا صبري يا رفيا. روحي اطلعي رفيا يا رفيا. ناقص ميرسي.
احنا باش نطفيو لومبا نشعلو شمعة، فهمتي؟ اروح نقول لك روفي يسمعوني في زوج، اسمعوني روفي. لا يسمعوني في زوج. انا درك زادو جاوني دلائل، كل شي جاني درك جاني، ما نحبس. لا شوف هو مش يهدر على هذيك او يهدر على دارنا، فهمت؟ مانيش نهضر خاطي الحكايه قال لك تحكوا عليها. او سترونجي حاوس يفهم الحكايه. لك اقولها انا مانيش بابروف يا ما نحكمش فيها. جات شكات لسبانكا وين؟ واش كتكتب؟ ما كاش لي شكالي والله، ما كاش لي شكالي. قولها مالا دوك نصفق لك قانون في البريفي. روحي ودي روحي. يوم ما كاش لي شكالي. شكون شكالي؟ دنيا روح. شكون شكالي؟ ما كاش لي شكالي. دنيا كارولين روحي. قلت لها ابونات كيتسنى فيك، حابه تلعب معاك. دوك نهبط نتلاعب معاه. يروح. خليني يا روفيا، خلينا نهضروا مع الطفله دقيقه برك. كنت جاي حنا جايين نلعبوا نضحكوا الناس نلعبوا. لا ماشي، كاين واحد السوجي، برك. خليني كاين واحد السوجي برك نفريوه وتجيلي. شوف روفي على عيني وراسي، خليني نهبط نروح نلعب جوله من بعد نحكيو في السجن. صافي جوله اوكي. شوف اسمح لي نقول لك خويا، نحترمك ونعزك بصح تهدر روفي يسكت كلش. صح هضرت قالت لي اهبطي العبي مع كرم خويا، مع كل احتراماتي ليك وللناس الكل نهبط نروح نلعب مع كرم. دبر راسك اختي واش نقول لك. عايشك خويا العزيز. ربي يا دنيا طفي الضو وهرب الطاهر. تعد دينا السطيفية واحدة من الفنانات. تعد دنيا السطيفية واحدة من الفنانات المعروفات والمشهورات في دولة الجزائر وفي العالم العربي، وقد حظيت بشهرة وشعبية كبيرة في العديد من الدول وبالأخص دولتها الجزائر، بحيث قدمت العديد من الألبومات الناجحة وحصلت من خلالها على النجاح والشهرة وحققت نسب عالية من المبيعات. دنيا السطيفية هي مغنية جزائرية، ولدت في 29 مارس سنة 1983 بولاية سطيف في دولة الجزائر، وقد بدأت المسيرة الفنية عن طريق الغناء في العديد من الحفلات والأفراح الخاصة، وبعد ذلك انتقلت للعمل بالإذاعة المحلية، وتميزت من خلال الأداء الفني الجميل والرائع والتعامل مع الجمهور، وقد حققت النجاح والشهرة في العالم العربي، بحيث حصلت على العديد من التكريمات والجوائز، ومنها جائزة أفضل فنانة جزائرية في مهرجان الموسيقى العربية بمدينة دبي عام 2019. تعد دنيا السطيفية واحدة من ضمن الفنانات المعروفات والمشهورات في دولة الجزائر وفي الوطن العربي، وذلك من خلال ما تقدمه من أعمال فنية جميلة ورائعة. ولدت دنيا في ولاية سطيف في الجزائر وعمرها 40 سنة. اللغة الأم لها هي اللغة العربية، ومن أبرز أغانيها يا ليلى وتحيا الجزائر وعلى وحبيبي يا نور العين. قصة دنيا السطيفية على مدار الساعات المنصرمة تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة تيك توك، وهذا بعد أن تسرب فيديو لها وهي عارية، ما أثار حالة من الجدل الكبير، فكل شخص متابع لهذه الفتاة يجدها ملتزمة وهي محجبة أيضا. هذا الأمر جعل قضيتها أكثر غموض، ومن هذا المنطلق بدأ اسمها يتردد وقصتها ترتفع بين صفوف المواطنين. إنها من القصص المنتشرة على منصة تيك توك، حيث ظهرت لنا شابة تدعى رفية وتحدثت مع الشابة الجزائرية دنيا عما يدور في السوشيال ميديا. والجدير بالذكر أن الشابة دنيا متورطة في قضية شرف، وهذا بعد أن تم تسريب فيديو لها وهي تمارس عادات غير شرعية، لكن خرجت الشابة عن صمتها برفقة صديقتها وتحدثت عبر بث مباشر حقق ملايين المشاهدات. وتحدثت صديقتها أن هذا الفيديو مفبرك وتم إعداده للمساس بسمعة دنيا
بهذه الكلمات ظهرت براءة صانعة المحتوى الكوميدي، وبالدليل تحدثنا مع رفية عن براءة دنيا من خلال فيديو انتشر على منصة تيك توك. وهنا قطعت دنيا الطريق أمام كل شخص يروج لهذه الفضيحة المدوية التي تصدرت الجزائر. على الرغم من براءة دنيا من هذا الفيديو، لكن رغبة الجمهور كبيرة للحصول على رابط المشاهدة كامل. والجدير بالذكر أن الفيديو المسرب ظهرت به دنيا، وهذا بسبب الفبركة بطريقة محترفة. هذا الفيديو ضم بعض المشاهد الإباحية، وهذا جعل مهمة الحصول عليه صعبة، فجميع النسخ المنتشرة مشوشة وغير واضحة، بجانب أن سياسة المواقع ترفض مثل هذه الأنواع من الفيديوهات. فضيحة دنيا السطيفية هو واحد من العناوين البحثية الرائجة في موضوع فضيحة الشابة الجزائرية دنيا، ولكن بشكل مفصل تحدثنا في هذا الفيديو عن تفاصيل هذا العنوان. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.